صبحي عبد السلام أحد هزازين الرؤوس، وتصريحات يعني أولا العقلية دي مش غريب عليهم الكلام ده، ولكن النهاردة الفيديو ده فيه كارثة. راجل بيتهم حكام بالرشاوي وبيتهم رئيس لجنة الحكام السابق بريرة ان هو كان بيقبض فلوس من الاستاذ ياسين منصور رئيس شركة الكرة السابق للنادي الاهلي، وبيقول حاجات. يلا نسمع الفيديو. أزمة التحكيم، لأنه واضح إنه النادي الأهلي صدر أزمة كبيرة جدا هيكون لها تداعيات على مستوى التحكيم وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى الجماهيري وعلى المستوى الاحتقان الموجود. ليه؟ لأنه الأهلي عمل البيان بتاعه، البيان الموسمي ده، يعني بعتبره بيان موسمي، نوع من أنواع الضغط والترهيب على الحكام، ومسألة إيه، يعني زي ما بيقول المثل الشعب اضرب المربوط يخاف السايب، فيلا بيان تشكيك في الحكام فالدنيا كلها تمشي زي ما هو عايز. لجنة الحكام بالتأكيد اللي هم المجموعة الموجودة، إبراهيم نور الدين ومحمد فاروق ومعاهم عزب حجاج، الثلاثة اللي بيشكلوا اللجنة واللي بيأتمروا بأوامر النادي الأهلي. يعني الثلاثة كانوا يمكن شغالين في قناة النادي وقريبين من النادي الأهلي، ودول الثلاثة اللي بيحاربوا مع النادي الأهلي على أساس إنه الرئيس اللجنة اللي جاي يبقى خبير أجنبي. ليه؟ خبير الأجنبي هيضمن تواجد الثلاث عناصر، ولو في نادي الزمالك هقولها برضه، يعني لو الزمالك اللي بيرتكب الاخطاء دي هقولها. عموما الثلاثه دول ضمان استمرارهم هو ان يكون الرئيس اللي جاي اجنبي، لانه من تسعين المستحيلات ان في وجود عصام عبد الفتاح لو جه رئيس لجنه، او كابتن جمال الغندور لو جه رئيس لجنه، الناس دي هيسمح ليها حتى بالمرور من شارع الجبلايه. يعني خلينا نكون متفقين، لو جه حد منهم بعد انتخاب المجلس الجديد فدي مساله إبادة كاملة لكل الناس اللي موجودة في لجنة الحكام دلوقتي ومش هيشوفوها تاني. فعشان كده الحرب شغالة ودايرة. اللجنة الموجودة دلوقتي بتدعم اتجاه النادي الأهلي بالتعاقد مع مدرب، يعني أنا يمكن بلغني بيها حد اسم كبير في التحكيم، أنا بس مش عايز أحطه في موضع حرج، وكشف لي الراجل إنه ياسين منصور راجل أعمال الأهلاوي وهو اللي كان بيسدد الفلوس اللي كان بيحصل عليها بريرا رئيس لجنة الحكام البرتغالي السابق اللي راح بلده وقال بالفعل أنا كنت بتعرض لضغوط شديدة جدا لتوجيه المباريات نحو أحد المنافسين، وبالتأكيد مش الزمالك. عشان بس الكلام والهري الناس شغالة عليه الزمالك، فكرة المظلوم. طبعا صبحي هنا اتكلم في كل حاجة وساب ان الحكام طبعا عكس ما هو بيقول، وجاي يقارن نفسه بالنادي الاهلي ويقول لك الزمالك عايش في ظلم تحكيمي، وهو منافق بصراحه.